ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. يلا مع أكلة جديدة كده ووقفة مطبخ جديدة. يلا زي ما انتوا شايفين نعمل بقى ايه، صينية كده فطير شرقي. عايزين نعمل صينية بيتزا كده حلوة بالفطير الشرقي. عندي الزيتون وبسطرمة وجبنة، وعندي البصل شرايح، وعندي طماطم، وادي لفتين الجلاش بتوعي من غير بقى لت وعجن، من غير بقى ما نقعد نعمل في دقيق ونبهدل الدنيا. لفتين الجلاش دول هيعملوا معانا 3 صواني ما حصلوش. انا عملت واحدة بالجبنة وواحدة بالبسطرمة وواحدة بالتونة. يلا بينا نعمل أرضية الصينية بتاعتنا كده. ديت عبارة عن سمنة على زيت. نبتدي بقى نرص الطبقات مبدئيا كده. هنحط الرق الأولاني ده كده. احنا هنشتغل الصينية بتاعتنا 5 رقات تحت و5 فوق زيهم، وفي النص هنحط الحشو بتاعنا. بصوا انا مش هجري الفيديو علشان تشوفي كل التفاصيل وتشوفي هتحطي رصة او الورقة بتاعة الجلاش ازاي. حطيها عشوائي كده، مش لازم ان انتي تشكليها. والكرمشة اللي في الورقة دي كمان بتطلع حلوة قوي. يلا بنحط راق، وما بين كل راق وراق هنعمل بالمادة الدهنية بتاعتنا كده. متنسونيش بقى في اللايك وفي الشير، متنسوش التعليقات الحلوة الجميلة. يلا بقى ايه، وادي كمان راق. بصوا بقى، ايوه. عايزين بقى نبتدي بقى نحط الحاجات بتاعتنا. يلا اي حاجة عندك في التلاجة حطيها، مش لازم يعني تجيبي حاجات مخصوص عشان تعملي الاكلة دي. يلا انا عملت هنا شرايح بصل اهوت. فكي بس كده من بعض عشان ما يبقاش قطع كبيرة. بصوا بس كده، ما تكتريش قوي في البصل. عندي بقى مكعبات الطماطم الحلوة دي. بصوا الطماطم جامدة وحلوة ازاي. قطعيها مكعبات كده زي بتاعة السلطة. ويلا بينا نحط بقى. عندي فلفل اخضر وزيتون. الفلفل الاخضر هيدي طعم حلو قوي لصينية البيتزا بتاعتنا كده. لما ولادك يطلبوا منك بيتزا، دي اسهل حاجة تعمليها، مش تاخد منك ربع ساعة، يا دوب على طول هتعمليها. ولا بقى عجين ونستناه يخمر ونستناه لما، لا على طول كده. هي لفة الجلاش هتعمل لك صينية حلوة او صينيتين حسب مقاس الصواني عندك ايه. بصوا بقى نحط البسطرمة بتاعتنا بعد ما حطينا الزيتون والفلفل والبصل والطماطم. نقطع كده البسطرمة، بس خلي بالك البسطرمة تشيلي الحروف بتاعتها اللي من بره ديت اللي بتبقى حواليها، عشان دي بتبقى فيها مادة حافظة، فما تسيبيهاش عشان كمان هتحدقلك الحاجة. لو انتي سبتيها هتبقى حادقة جدا معاكي. يلا وعندي كمان جبنة موتزاريلا هحطها. انا شغالة معاكم واحدة واحدة اهو، مش بحاول اسرع، عشان ايه اللي اول مرة هيعمل الفطير الشرقي يتعمل معاه كده بشكل حلو، وتبقوا شايفين كل حاجة والنتيجة طالعة ازاي. يلا بقى نحط الجبنة بتاعتنا كمان. انا لسه ماسكة في البسطرمة. الجبنة بتاعتنا اهي. وزعي بقى الجبنة. عايزة تحطي بقى جبنة موتزاريلا، عايزة تحطي جبنة رومي، بس مش هنصحك بالجبنة الرومي ابدا وانتي عاملة بسطرمة، لانها هتبقى حادقة جدا معاكي. بسطرمة كده كده بتبقى حادقة.
فلو جبتي موتزاريلا هاتيها تبقى ملحها ايه خفيف كده احسن، لكن الجبنة الرومي وكده هتبقى حادقة جدا معاكي، مش هتقدري تاكليها. هنوزع بقى الجبنة بتاعتنا كده، بصوا الشكل عامل ازاي. هي عايزة تتحط كده في الفرن وخلاص من غير ما تتغطى بطبقة تانية والله. بس احنا هنغطيها ب5 طبقات تانيين، وانا هوريكم بس شكل الخلطة بتاعتنا اللي حطيناها، ونبتدي بعد كده نغطيها بقى ونشوف الصينية التانية هنرصها ايه. متنسوش بقى، متنسونيش كده في الاشتراك في القناة، تنوروني كده وتبعتولي كمان انتوا نفسكوا في اكلات ايه وانا اعملها لكم. ادي الشكل بتاعه اهو، وهبتدي بقى اغطيها ب5 رقات تانيين من الجلاش. برضو ايه احنا متفقين ان احنا هنحطه بشكل عشوائي كده، ما تقلقيش من اي حاجة، هو بعد كده هيلم مع نفسه وهتبقى مقفولة. انا خلصت الرقات بتاعتي وقطعتها وحطيتها في الفرن، وتعالوا بقى نعمل التانية دي. الصينية التانية دي هعملها بنفس الاسلوب نفس الطريقة، بس هنحشيها تونة، وهي علبة تونة كفاية. دي صينية مقاس 28، هتاخد معايا 5 رقات تحت و5 فوق، وفي النص حطيت الخلطة بتاعتي ومعاها التونة. احنا كده البسطرمة بقى انا حطيتها في الفرن، انتي تبقي مشغلة الفرن قبل ما تشتغلي في كل الكلام ده كله. لازم تبقي عاملة الفرن بتاعك على درجة حرارة عالية عشان يسخن معاكي، فالحاجة هتاخد معاكي ربع ساعة نص ساعة بالكتير، وتبقي مخلصة متقفيش كتير. طبعا حسب درجة حرارة الفرن عندك وسخونته. انا شغلت الفرن ودخلت الصواني، اخدت معايا ربع ساعة لان الفرن كان سخن جدا. او رصينا بقى كده، وما بين كل رق والتاني ما تنسيش تدهني من السمنة او الزيت او المادة الدهنية. انا حطيت سمنة على زيت. لو عندك قطع كده متقطعة مش مشكلة، حطيها في النص عادي. ايوه بصي، هي مفيش اسهل من كده بصراحة. وتخيلي بقى لو عايزة تعمليها كمان حلو مش حادق، ممكن تعملي نفس الطريقة وتحطي بقى المكسرات وتحطي المربى او السكر او ايا يكن عايزة تحشيها ايه حلو، هتعمليها بنفس الطريقة. يلا بقى نحط ايه البصل، وايه دي الفلفل والزيتون. عايزة اقولك اللي بالتونة دي ما حصلتش، بجد بجد كانت اروع 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 حاجة. يلا حطينا بقى الخضار بتاعنا اهو. هنحط، انا بستعمل ايدي، انا ايديا غسلاها وقصه ضوافري نظيفه. لازم تتاكدي دايما ان انتي قصه ضوافرك تبقى نظيفه قبل لما تشتغلي في اي حاجه. يلا فعشان كده انا بستعمل ايديا عادي، مفيش اي مشكله، مش لازم جوانتي، مش لازم الكلام ده. ايدك دايما هتبقى انضف من اي جوانتي ومن اي حاجه. انا حطيت التونه اهو ووزعتها. يلا نحط كمان الجبنه الموتزاريلا اللي باقيه معانا. وعايزه اقول لكم انا عملت صينيه تالتة كده، اول ما دول خلصوا عملت صينيه تالتة، حطيت برضو نفس الخضار بس معاها جبنه بيضه من اللي هي بتاعت العلب عادي، وتعشينا منها. كانت برضو جميله وحلوه، وحطيت معاها بس قرون شطه فلفل حامي، وكانت برضو جميله وحلوه. فاللفتين بتوع الجلاش عملوا معايا 3 صواني ما شاء الله، كانوا حلوين. صورت معاكم اهوت اللي بالبسطرمه، وصورت معاكم اللي بالتونه. وبعد ما خلصت غدا على طول رحت عامله اللي هي التالتة ديت اللي بالجبنه، وبجد طلعت حلوه. ادي اهي اخدت معايا تلت ساعه في الفرن او ربع ساعه، اهي خرجت اهي. بصوا المنظر وطريه
وجميلة. بصوا الجمال. يا رب كده تكون عجبتكم، كانت خفيفة وبجد يعني عايزة اقول لكم ان اتنسفت، وبألف هنا والشفا لكل واحد اكل منها، وبجد كانت جميلة وروعة. الجدعاني وقومي اعمليها لحبايبك، واستنيني بقى الفيديو الجاي على خير، متنسيش اللايك والشير، واشوفكم على خير واحلى سلام.